السلام عليكم. اهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير. كل فتره بنسمع عن حد حياته اتقلبت في لحظه، مش لانه تاجر مخدرات او لانه مجرم، لكن لانه وثق زياده عن اللزوم او استسهل وقال يا عم دي امانه هوصلها وخلاص. وده اللي حصل مع سامح حسين. سامح حسين شاب مصري مقيم معانا هنا في السعوديه وبيسافر بشكل دوري عادي جدا. يعني مش اول مره يسافر او اول مره يدخل ويخرج من المطار، لكن المره دي كانت مختلفه. صديق ليه طلب منه يوصل له بطه معاه وقال له دي امانه. سامح ما شكش وما فكرش ان ممكن الامانه دي تكون سبب انه يضيع مستقبله. للاسف وقت التفتيش في مطار برج العرب اتضح ان البطه دي جواها مخدر الترامادول، وفي اللحظه دي كان الكلام خلاص انتهى. محدش هيقول دي مش بتاعته ولا دي امانه ولا واحد صاحبه اداهاله، لا، القانون بيتعامل مع الحاجه اللي في حوزتك على انها مسؤوليتك. الحاجه اللي شايلها بايدك انت اللي هتتحاسب عليها. والموضوع مش بس في المخدرات، في ادويه عادي جدا وممكن تكون بتتباع في مصر بشكل طبيعي لكن بتكون ممنوعه او مقيده في دول تانية. وناس كتير وقعت في مشاكل كبيره لانها كانت شايله دواء ومش عارفه ان القانون في البلد التانية دي بيعتبره ممنوع. يعني ممكن شريط دواء انت شايفه عادي يكون سبب في تحقيق او في قضيه ويدخلك السجن، وساعات بتوصل للاعدام كمان. واصعب حاجه في المواقف دي انها مش جديده، دي حصلت مع ناس كتير قبل كده، وكم مره سمعنا تحذيرات وكم مره اتقال ما تاخدش شنطه من حد، ما تنقلش حاجه انت مش عارفها، ما تمضيش على مسؤوليه حاجه مش بتاعتك. لكن للاسف كل مره لازم يكون في حد بيقع في نفس الغلط وبيدفع الثمن، وبيدفع ثمن لحظه ثقه زياده او كسوف انه يرفض. الناس فاكره ان الامانه معناها انك تساعد وخلاص، لكن الحقيقه ان الامانه عمرها ما كانت انك تورط نفسك. الامانه مش انك تحط حريتك في خطر، ولا انك تدخل نفسك في موقف قدام السلطات وتقول والله انا ما كنتش اعرف، لان وقتها الندم ما بيرجعش حاجه، وانت اللي بتشيل الشيله بنفسك، محدش بيشيل شيلتك. لازم نفهم انه تفهم ان حريتك مش ملكك لوحدك، دي ملك ام بتستناك، واب خايف عليك، وزوجه واولاد واصحاب بيحبوك ومستنينك ترجع لهم. لحظة تهور أو مجاملة ممكن تحرم كل الناس دي منك سنين كتير. عشان كده قبل ما تشيل أي حاجة اسأل نفسك، أنا أعرف إيه اللي جواها؟ أنا متأكد إنها مسموح بيها في البلد دي؟ أنا مستعد أتحمل مسؤولياتها؟ ولو حصلت مشكلة هل الشخص اللي اداها لي ده هيتحبس مكاني؟ مستحيل. في الزمن ده الحذر مش قلة ذوق، الحذر نجاة. وإنك تقول لأ لحاجة مش مضمونة دي مش خيانة للأمانة، دي حماية لنفسك ولمستقبلك ومستقبل أولادك وكل الناس اللي بتحبك. قول لأ وما تخافش، قول لأ وما تتكسفش، واللي يزعل يخبط دماغه في الحيط. ربنا يا رب يفك سجنه ويرحمنا من الناس المؤذيين، ويجعلنا يا رب ويرجعنا لأهلنا ولحبايبنا سالمين غانمين، وربنا يفك الكرب إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم.